المهم ان انتم خلقتكم من مادة مختلفة عن بقية الخلق. اني خلقتكم من عليين وخلقت شيعتكم منكم انهم لو ضربوا على ركزوا في الحديث. وخلقت شيعتكم منكم انهم لو ضربوا على اعناقهم بالسيوف لم يزدادوا لكم الا حبا. هذا المطلوب. انت يا شيعي احنا خلقناك من نفس الطينة. يعني هو من اهل البيت هؤلاء؟ لا هو مثل ما تزوب الجد وتخلبه وتطلع الخلب حقه والطين بيبقى فراتت في الارض. هؤلاء خلق منهم الله الشيعة، لكن هي نفس المادة. هؤلاء نشتيهم بس يدي راسه. ولهذا يوم القيامة افعل ما شئت وامشي وراهم والامور كلها سهلة. وهذا ما بيغرسوا في اتباعهم. يا علي ان الله قد غفر لك ولشيعتك ولمحبي شيعتك ولمحبي شيعتك. كيف تتعامل يا شباب يا قادة يا وجهاء؟ هذا عدو يتعامل بعقيدة، فلا بد أن نكون عندنا رؤية واضحة. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شيعتنا، على حديث موجود هذا بكثرة في كتب الهدوية الجارودية، إن شيعتنا يخرجون من قبورهم تتلألأ شرك نعالهم. المسامير والخيوط اللي في النعال تتلألأ نور، مع إن الناس يوم القيامة حفاء عراه يراعون الشيعي بالصنادل باب القبر. كيف يضحكوا عليه؟ تتلألأ شرك نعالهم مغفور لهم على ما بهم من الذنوب والمعايب. الشيعي التابع لهم من ساعة ما يموت لو ما يدخل الجنة وهو تحت إشرافهم، وإحنا حالتنا حالة. هل تعرف أنهم يغرسون في أتباعهم أن علي ما في ميت يموت إلا وعلي فوق راسه؟ حتى قال مجد الدين المؤيدي في كتاب اللوامع الأنوار أن عليا قال يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا أعرفه بالطرف ويعرفني بفعله كذا وما فعل. ويوم القيامة حانب وإحنا في ورد لا يعلم بها إلا رب العالمين. معاكم سيد اعرفوا جنة، ما مش معاكم سيد لو تجيب بعبادة كما روى أحمد بن سليمان في كتاب حقائق المعرفة. أحمد بن سليمان يحلمت هذا الرجل حوالي 565 هجرية، بينه وبين النبي حوالي 6 قرون، يروي حديث بلا سند ويتناقله بعد ذلك أئمتهم. ما هو؟ اسمعوا على رواية. قالوا أن النبي قال ما بال أقوام إذا ذكر عندهم آل إبراهيم استبشرت وجوههم وضحكت كذا ملامحهم، وإذا ذكر عندهم أهل بيتي كلحت وجوههم. أول ما نحاكك من عبدها الحوثي مالك بتتغير؟ قال والذي نفسي بيده، اسمعوا على كلامه، والذي نفسي بيده لو أن أحدهم يوم القيامة جاء بعمل 70 نبي ما قبل الله منه إلا أن يأتي بالولاية لي ولأهل بيتي، أو كما جاء في الرواية. يعني تخيل واحد يوم القيامة يوصل مع عمل حسنات مثل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يا رب معي مثل محمد، طب خلاص. سؤال، أنت آمنت بعبدها الحوثي؟ لا، جهنم. عاد باقي معي إبراهيم وموسى وعيسى 70 نبي يا رب. آمنت بعبدها الحوثي؟ لا، جهنم. فإما أن تكون الرواية الصحيحة فوالله ما حدا يدخل جنة إلا هم 20 نفر، وهذا بطلا للإسلام من طرف لا طرفه. وإما أن تكون الرواية باطل وقس عليها كذلك غيرها، فقد حكموا على الأمة وحكموا على أنفسهم بالزيغ والانحراف. يا إخوة الكلام ما نقول عن هؤلاء. اليوم نحن نعاني، الذي بيتابع الذي هو جالس أمام قنواتهم يدرك الخطر. أنا أتابع قنواتهم، أنا أرى قنبلة يعني يعد لها سيسيل منها دماء أبناء اليمن إن لم يتلاطف الله ويتدارك الله البلد والناس يرجعوا إلى الله لتأتي عناية الله. المراكز الصيفية الآن بالمفتوح تعبيد الجيل للسلالة، تعبيد الفعاليات. وكم يؤلمك والله، أنا في خلال الأيام الماضية كنت أتابع فعاليات الولاية في كل المديريات والمحافظات التي سيطرتهم. العامل المشترك سب وشد وطع ولعن لأصحاب النبي من الطرف للطرف.
مش غير هذا بس، بل وصل الحال الآن في بلد الإيمان والحكمة أن يسب الله ورسوله. ما مش هذا سب، والله أنهم يسبون الله ويسبون رسوله. دائما يقفوا فيقولوا في لقاءاتهم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، بلغ ولاية علي، وإلا حقك الإسلام هذا ما بش منه فايدة، و23 سنة ولا منه فايدة، بالله وشرب ماء. هذا شب لله ورسوله ولا ما هو سب؟ لما يطلع يتكلم هذا الكلام، عبدها الحوثي يقول في محاضرة اللي عندي تسجيلها، وهو يقول يبلغ الولاية النبي، هذا مبدأ الولاية. إذا غاب، اسمعوا هكذا نصا قال: إذا غاب مبدأ الولاية أو عطل فكأن هذا الدين لا وجود له. هذا طعن في الإسلام ولا ما هوش طعن في الإسلام؟ هذا طعن في رب العالمين. إذا الناس ما عبش عندهم غيرة حتى على مصالحهم، الغيرة على الله وعلى رسوله وعلى دينه. تكذيب لله الذي أراد أن يحكم الإسلام العالم، وتكذيب لرسول الله الذي اتهموه بالفشل في رسالته وفي تربية الأجيال، واتهام لخير جيل أنهم ضالين منحطين، بل قال واحد منهم وعندي تسجيل لها: فتالين. حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا والله بنا ماسك نفسي يعني، ولا لو نفتح المجال هذا ما عاد نسكت. خلاصة الكلام يا إخوة، نحن أمام فكر خبيث ما تعنيها الكلمة، سلالي عنصري تكفيري، بل لا يوجد تكفيريون مثل ما هم. وأنا أتحداهم أن يستطيعوا، إذا قالوا وقفوا مع غزة، أتحداهم أن يستطيعوا أن يثبتوا أن الشعب الفلسطيني مسلم وفقا لقواعدهم ورواياتهم. اللهم اكفنا شرهم واستعملنا ولا تستبدلنا، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، واحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيد الناس محمد، وبارك الله فيكم.